السلام عليكم. تخيل كده تكون فاكر انك مسحت كل الأدلة على حاجة غلط انت عملتها، وإذ فجأة كده تلاقي نفسك متفضح فضيحة المتطهر يوم طلوع على المعاش بطريقة ما كنتش متوقعها خالص. وبدل ما تعترف بغلطتك تقرر ترفع قضية على شركة الموبايلات اللي انت جايب منها الموبايل بتاعك، يعني شركة موبايلات معروف اسمها ايه، شركة موبايلات عملاقة يعني، وتطالب بالتعويض كمان بالملايين. ده ايه البجاحة دي؟ ده بالظبط اللي حصل مع راجل بريطاني عنده 50 سنة. الراجل ده كان عايش حياة سعيدة جدا مع أسرته، بس للأسف حياته اتقلبت رأسا على عقب. بسبب ايه؟ بسبب غلطة ما حسبش حسابها نهائي. الأغرب بقى انه قرر ان هو يرمي اللوم على شركة الموبايلات اللي هو شاري منها الموبايل. تعالوا نشوف القصة الغريبة دي مع بعض. القصة بتبتدي مع رجل أعمال بريطاني، يعني تقريبا كده في 50 من عمره، عنده أسرة، لكنه عايش حياة تانية خالص بعيدة عن أسرته، طبعا في السر. كان دايما بقى ايه بيكلم البنات اللي هم الشمال بقى لا مؤاخذة عن تطبيق على الموبايل بتاعه. خلاص، بمجرد ما بيخلص المكالمات دي بيمسح الرسائل كلها، المحادثات كلها بتتمسح، وكان واثق ان مفيش اي حاجة ممكن حد يكتشفها. لحد كده تمام، يتفل و14. لكن الصدمة الكبيرة بقى كانت لما مراته قررت في يوم من الأيام تفتح جهاز موجود في البيت. الجهاز ده بقى كان مربوط بنفس حساب الراجل ده اللي موجود على التليفون. وهنا حصلت الكارثة الكبرى. وهي كده بتتصفح في الجهاز، قاعدة عليه، ما كانتش في نيتها ان هي تفتش ولا حاجة، يا ده كده بالصدفة لقيت كل المحادثات اللي المفروض كانت مسحت، اللي هي كانت على موبايل جوزها، كان المفروض ان هو مسحها، لكن لسه موجودة قدامها وواضحة جدا. وطبعا في اللحظة دي اكتشفت الخيانة، وبدأت المشاكل بقى بينها وبين جوزها اللي انتهت بالطلاق. المفروض في الموقف ده بقى يحصل ايه؟ ان الراجل يعتذر ويتحمل نتيجة غلطته، صح كده؟ لا، ده ما حصلش. هو قرر ان هو الضحية يا عيني اللي غلبان، وبدل ما يعترف بغلطته قرر يرفع قضية على الشركة بتاعت الموبايلات دي. بحجة ايه بقى؟ بحجة ان الشركة ما كانتش واضحة معاه، وان هي ما عندهاش مصداقية، يا سلام، بخصوص حذف الرسائل دي. لان طبعا هو بما انه حذف الرسائل من على موبايله فالمفروض ان هي تتحذف من حساباته خالص اللي مربوطة بكل الاجهزة، لكن ده ما حصلش. الراجل بقى طلع يقول انه لو كان عارف ان الرسائل دي لسه موجودة على الاجهزة اللي موجودة في البيت كان مهد الموضوع لمراته واعترف بخيانته، يا سلام. وكان ممكن ان هو يفضل متجوز وما كانش يطلق مراته، وكأن المشكلة مش في الخيانة نفسها، لا، ده المشكلة في الطريقة اللي اكتشفت بيها مراته. شفتوا بجاحة اكتر من كده؟ بناء بقى على اللي حصل الراجل قرر يرفع دعوى قضائية ضد الشركة بتاعت الموبايلات، ويطالب بتعويض حوالي 5 مليون جنيه استرليني، يعني اكتر من 5 مليون اكتر من 5 مليون دولار، لأنه شايف إن الطلاق كان تجربة صعبة جدا ومرهقة بالنسبة له، خصوصا إن مع وجود الأولاد، يا عيني يا حرام، يعني الراجل بقى هو الضحية. وإن كل ده بسبب الشركة بتاعت الموبايلات خلته يعتقد إن الرسائل اتمسحت نهائيا. يعني المشكلة مش في خيانته خالص، المشكلة في الشركة بتاعت الموبايلات. القضية دي اتعملت عليها ضجة كبيرة جدا، والناس اتقسموا لفريقين. فريق شايف ان الراجل ده بيحاول يهرب من غلطته وبيرمي اللوم على الشركة بتاعة الموبايلات، وفريق تاني شايف ان فعلا الشركة كان لازم توضح ان الحذف ده بيكون من جهاز واحد بس، مش كل الاجهزة اللي مربوطة بالحساب. لكن السؤال هنا بقى، هل الراجل ده فعلا عنده حق، ولا هو بيحاول يهرب من عواقب افعاله؟ وهل ممكن يكسب القضية دي ضد الشركة بتاعة الموبايلات؟ يا ريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات. عزيزي الزوج، لو كنت مكان الراجل ده كنت هتعمل ايه؟ وهل شايف ان شركة الموبايلات فعلا بتتحمل جزء من المسؤولية؟ مستنيين نشوف رأيكم في التعليقات، واستنونا في حلقة جديدة ان شاء الله.